تفتكر يا صديقي ان احنا متحكمين بنسبة 100% في افعالنا وتصرفاتنا وافكارنا، ولا ممكن يكون حد بيتدخل في حاجة زي كده؟ طب بلاش دي. هل عمرك فكرت مثلا ليه اللي يحرض على جريمة بيتحاكم بالظبط زيه زي منفذ الجريمة؟ يعني لو حد اتثبت ان هو حرض على جريمة فهو برضه بيتحاكم. عمرك فكرت ايه الاسباب او ليه حاجة زي كده بتحصل؟ انا عصام الدين احمد، جهز كوبايه الشاي وكوبايه القهوه. تعال نشوف ازاي ممكن حد يتدخل في افكارنا وفي تصرفاتنا وفي افعالنا. السلام عليكم ورحمه الله، يا رب تكونوا بخير. النهارده يعني خلينا قبل ما نبدا كده الفيديو نتكلم عن فيديو كده عدى عليا من فتره كده. يعني هو اسف على المثال، بس هو يعني حاجه صراحه شدتني كده، لفتت انتباهي. الفيديو ده كان عبارة عن ان واحد هو كان اجنبي وكان بيحكي موقف حصل له يعني، وهو كان متضايق من الموقف ده. الموقف بقى كان ان ايه، ان هو كان يعني داخل عزكم الله المرحاض يقضي حاجته، فلقى ان في زي دايرة حمراء كده في بقعة كده في قلب المرحاض. فبطبعه طبعا كأي راجل طبيعي او اي راجل هيفكر ان هو عايز يزيل البقعة دي، ممكن بقى من باب النظافة، معرفش احنا ليه بنعمل كده صراحة. المهم ان هو يعني ايه فكر يزيل البقعة دي، فاكتشف بقى في النهاية ان دي اصلا مش بقعة، ودي كانت محطوطة عمدا في المكان ده عشان يخلي الناس تركز ان هي تعمل في النقطة دي. فهو طبعا فيديو هايف يعني، ما تركزش في الفيديو، بس الفكرة العامة بقى ان يعني لو قست ده على الصورة الأكبر، يعني هو كان متوقع البيهيفير بتاعك، متوقع إن أنت بتعمل حاجة زي كده، فهو بدأ يوجه الحاجة دي لمصلحته أو أيا كان للهدف اللي هو عايز يوصله في النهاية. طبعا بعيدا عن المثال، يعني ما تركزش إن الكلام على المثال، بس أنت لو خدت ده بقى لصورة أكبر فالموضوع فكر فيه هيكون قد إيه مرعب، إن أنت ممكن تكون أصلا تصرفات كتير من اللي بتعملها وحاجات كتير من افكارنا وافعالنا تكون اصلا هي سيناريوهات مرسومة ومتفكر فيها ان الناس بتعمل كذا فاحنا نحط لهم كذا عشان يتصرفوا بالطريقة الفلانية. ودي طبعا انت حاجة لو فكرت فيها اصلا هتلاقيها بتحصل في بلدنا الجميلة بشكل مستمر وواضح جدا. حتى احنا في اوقات خدنا بالنا من حاجة زي كده، بس برضو للأسف بتفضل تحصل فينا كل مرة. يعني مثلا زي مثلا موضوع ان البنزين كان بيغلى بعد كل ماتش من ماتشات المنتخب ده صراحة كانت حاجة يعني عبثية. بس هي تبين لك اصلا ان الفعل ده بيحصل ازاي يعني. ولو قيس على كده بقى هتلاقي مواقف كتير، اول ما يبقى في حاجة كده عامة بتحصل ممكن تبقى فيها مشاكل او تبقى فيها حاجة فيها كلام، يعني تلاقي على طول من الناحية التانية تطلع بقى فضيحة ممثل. اكن مثلا عارف انت اكننا بنلعب شطرنج مثلا وببدأ احرق العساكر مثلا، تحس ان كان في قضايا مثلا وفي اوراق كتير قوي مقفول عليها للأغراض دي، اللي هو أول ما يبدأ يبقى فيه أي قلق أو فيه أي كلام نبدأ نوجه الرأي العام لحتة تانية، نبدأ نفتح قضية بقالها 20 سنة فجأة يظهر حد يتكلم عنها. طب أنت فين يا حاج من 20 سنة؟ المهم انه يبدأ يظهر فجأة ويتكلم، وتلاقي بقى صفحات تبدأ تنشر وتلاقي افكار تبدأ تطلع وجدالات والاعلام طبعا يبدأ طخطخ يشتغل على الموضوع، فتلاقي التوجه العام كله راح هنا، وفي المقابل بقى تلاقي الناحية التانية دي ايه اتنهبت خالص يعني. وده اصلا يعني انت لو رجعت اصلا للحاجة زي كده انت هتلاقي اصلا ده مثال موجود في حياتنا عامة. يعني انت لو بصيت مثلا للنشال، فالنشال اصلا هو شغلته نفس الطريقة دي. النشال ده لو حد ما يعرفش فهو غير الحرامي ده اللي هو اللي بيسرقك او بيجبرك او ايا كان. النشال ده اللي هو بيحاول يشغلك بحاجة وينشل مثلا محفظتك او موبايلك. بس هي نفس الفكرة، يعني هتلاقي اصلا النشال ده طريقة شغله ايه، ممكن يبقوا جروب مثلا بيشتغلوا مع بعض وتلاقيهم يقوموا عاملين دوشة او يقوموا خابطينك مثلا او يقوموا عاملين اي حاجة فيسحب تركيزك يخليك تركز معاه. ومن الناحية التانية انت خلاص بتلاقي بقى موبايلك اتسحب او محفظتك او ايا كان وما بتحسش بيها خالص. ودي الازمة، دي المشكلة. وده فكرني اصلا بتجربة كده اتعملت من سنين اسمها ذا انفيزبل غوريلا. لو انت ما شفتش التجربة دي او حابب تجربها قبل ما انا ما احرقها يعني، فممكن تروح تجربها دلوقتي وبعدين ترجع تاني.
خلينا بقى نبدأ نتكلم عن التجربة دي نفسها. هي التجربة كانت عبارة عن ان في فريق مثلا ابيض كده، خمس اشخاص مثلا او ايا كان، وفريق لابس اسود، هما الاتنين بيقعدوا يحتفوا الكورة، وبيطلب منك في اول الفيديو ان انت تعد فيه كام باصة اتعملت. في خلال بقى التجربة دي انت بتخش تعد كام باصة اتعملت، وبتخلص الفيديو وبتقول كام باصة اتعملت، وبعد كده هو يسألك هل في شفت حاجة غريبة. والحاجة الغريبة بيبقى ان دخل شخص لابس لبس غوريلا ودخل في نص الفيديو ووقف في نص الكاميرا وقعد يشاور لك وبعدين مشي وانت ما شفتوش نهائي. ودي حاجة يعني غريبة جدا يعني. ولما عملوا التجربة دي أغلبية الناس ما شافوش الغوريلا، وبعديها رجعوا عملوا التجربة دي بس الناس دخلت وهي عارفة ان في غوريلا، بس واحد من الفريق الاسود مشي، فبرضه الناس ما شافوش ان هو مشي. لو ركزت في الموضوع ده بقى تلاقيه ان هو مرعب جدا. ان انت يعني تخيل ان فيديو قدامك وشخص بيخش لابس لبس غوريلا ويقف في وسط الكاميرا ويشاور لك وانت ما تشوفوش، لمجرد ان انت تركيزك بس رايح في نقطة واحدة هي عد كام كورة اتلعبت. فتخيل انت بقى لو تركيزك ده اتشتت في مليون حاجة، فايه كمية الحاجات اللي انت ممكن ما تشوفهاش في حياتك وفي يومك، وايه كمية الافكار اللي ممكن تخش في دماغك من غير ما تشوفها. فده صراحة موضوع مرعب. وده برضو يعني فكرني بفيلم بتاع ويل سميث اسمه فوكس. الفيلم ده صراحة ننصح بيه اي حد، يعني لو ما شفتوش روح اتفرج عليه. بس اتفرج عليه بقى من الزاوية الأعلى شوية، يعني ما تبصش على أحداث الفيلم إن أنت جاي تتفرج على الفيلم، لا طبق الفيلم ده على حياتنا كده وشوف قد إيه الفيلم ده بيتطبق علينا أو بيتنفذ في حياتنا. فهو برضو كان بيناقش نفس الفكرة دي، فكرة النشالين وإزاي إن أنت لو فقدت تركيزك، هو حتى الفيلم عشان كده اسمه فوكس، لو فقدت تركيزك ممكن ان انت تتسرق ويضحك عليك وافكار كتير تتلعب في دماغك بيها. وفي برضو فكرة تانية بقى غير فكرة اللي هو ان انا شتت انتباهك وازرع لك فكرة دي. فكان الفيلم كان فيه لا فكرة تانية برضو مرعبة، يعني انا بالنسبة لي الفكرة دي بجد مرعبة. الا وهي ايه بقى، ان انت مثلا كان من ضمن الاحداث ان هو كان في راجل بتاع مراهنات، راجل غني مليونير يعني، وهو كان عايز ينصب عليه. فعمل ايه بقى للراجل ده؟ هو عمل رهان غريب جدا. هو دخل راهن الراجل على ماتش بتاع امريكان فوتبول. ويل سميث اختار رقم لعيب خمنه، وقال للراجل اختار من وسط كل الفرقتين دول رقم واحد بس، ولو طلع هو اللي ويل سميث مخمنه يبقى هو ويل سميث كسب الرهان. فطبعا دي احتماليه اصلا فوز ويل سميث كانت يعني تكاد تكون منعدمه، يعني ان انت فريقين كاملين والراجل هيختار رقم واحد بس. والغريب بقى ان هو بعد ما اختار الرقم ده طلع هو فعلا اللي ويل سميث مخمنه. وبعد كده بقى بدأ يقول لك بقى ايه اللي حصل يعني. فاللي حصل بقى كان ان الراجل ده من اول يوم ما بدأ وهم قعدوا يحطوا له الرقم ده قصاد عينه في كل الحاجات، في رقم الغرفة بتاعته، اللبس التيشيرت اللي كان الناس لابسينه وهم ماشيين في الشارع بتوع الفريق، كرافتته نفسها كان عليها الرقم ده بشكل صغير كده مش باين، بس يبدأ برضو يتزرع في عقله الباطن. الطيارة والمضيفة والأوتيل والحاجات دي كلها كانت بتفوكس على الرقم ده. فأول ما الراجل جه شاف الرقم ده في الملعب هو حس إن الرقم ده مألوف بالنسبة له، فهو أول رقم اختاره. ودي يعني ممكن حد يفكر ان لا ده فيلم والموضوع مش كده قوي وكده ولا ده اوفر وبتاع، بس انت لو بصيت اصلا على حياتنا العامة هتلاقي ان حاجة زي كده هي بالفعل اصلا بتحصل وحصلت وهتحصل يعني مثلا نبدأ كده افتكر في الماضي مثلا كده لما كنا زمان مثلا يجي مثلا فيلم مثلا فيه لبس خليع او في حاجة زي كده مثلا، تحس وقتها كان اللي هو ايه ده ازاي لابسة كده في التلفزيون ومعرفش ايه ونبقى مستغربين. ارجع بقى لنفس الفيلم ده دلوقتي هتلاقي الفيلم ايه ده، هي لابسه ايه، ما ده لبس عادي، ده اللبس ده اللي احنا بنلبسه في الشارع، فاهم؟ فهتلاقي الموضوع اصلا بدأ ان من كتر ما احنا بنبدأ نعتاد على الاشياء بتبدأ خلاص ان هي تبقى اصلا طبيعي في حياتنا وبقت مألوفة، ونبدأ نخش في الليفل الاعلى. يعني هي الفكرة ان هو يبدأ يعودك على الحاجة ويبدأ يزرعها في مخك ان دي حاجة طبيعية، وفي الاول هتبقى رافضها، بعد كده هتعتادها، بعد كده هيبدأ يعرض لك الاصعب منها، فتبدأ دي بالنسبة لك اصلا تبقى دي اقل من الطبيعي. فدي صراحة دي مرعبة، يعني الفكرة دي نفسها مرعبة، وهي ما زالت بتتعمل في كل حاجة في حياتنا. يعني انت حتى في التسويق الموضوع ده موضوع خطير، يبدأ يكرر لك اعلانات او يكرر لك فعل معين او فكرة معينة
كذا مرة في حاجات كتير، وتبدأ انت في الاخر تشربها وتبقى هي في الاخر العادية. يعني قيس على نفسك كده كام جهاز او كام حاجة انت بتشتريها وانت داخليا عارف ان هي ملهاش لازمة، بس انت بمجرد ان انت بتشتريها لان هو زرع فكرة ان دي بقت قيمة، دي حاجة عليها القيمة، دي حاجة بقت تدي للمجتمع قيمة، اللي ماسك تليفون الفلاني او لابس الساعة الفلانية او معاه النضارة الفلانية او ايا كان، فده كده دي حاجات ليها قيمة. فالشخص ده كده بما انه ان هو اصلا حاسس ان هو فاضي من جوه، فهو حاسس ان الحاجات دي هي اللي هتديله قيمته وسط الناس يعني. بس هي في الاول في الاخر كل دي افكار تبدا تتزرع فينا، ونبدا ان احنا نشوفها عاديه، ونبدا بعد كده ان هي دي تبقى لا هي دي الصح. وده برضو يعني شبيه بالراجل اللي هو ابو ايد ده الالماني اللي كان بيقول لك اكدب الكدبه وصدقها واقعد كررها على الناس، بعد كده خلاص هم هيقتنعوا بيها. وللاسف بقى حاجه زي كده لما بدات دلوقتي كمان تبقى هي بيحاولوا ينفذوها مثلا على اجندات مثلا زي حته الجواز الغير شرعي ده، بس انا مش عايز اقول الاسم يعني، وان راجل وراجل والكلام ده، وبداوا ان هم يزقوها على المجتمعات. ودلوقتي احنا في مرحله الرفض، وعالم بقى في المستقبل هنعتادها، وهنبدا برضو تلاقي برضو بعض الناس للاسف حاليا بدا يقول لك لا هم حرين، ودايما يطلعهم لك في الدور اللي هو الغلبانين اللي معرفش ايه. فللاسف ان احنا يعني الواحد خايف ان يبدا ده يبقى بعد كده يبقى العادي، والناس تشوف ان حاجه زي دي بقت حاجه عاديه واحنا ديننا مش كده. يعني انت لو تفتكر قوم لوط، يعني ربنا خد اللي كان حتى اللي كان ساكت. يعني احنا لازم نفضل ننكر حاجه زي كده، وهو ده الحل. يعني هو سبحان الله من ديننا كده هو الحل للحاجات دي كلها. والافكار اللي بتقعد تتكرر دي ان انت ما تعتادهاش، لازم تقعد تنكرها، وكل ما تعدي قدامك تجريها. يعني ما يبقاش مثلا انا قاعد بتفرج على المنصات اللي بتقعد تروج للحاجات دي، وطبعا كلنا عارفينها، وتبقى الحاجات دي بتعدي قدامك وانت خلاص قشطه استنى المشهد يعدي وافوته وخلاص. لا لازم تنكر، لازم تنكر بقلبك وبلسانك وبكل حاجه اول ما ولازم تفلتر اي افكار بتشوفها، اي تصرفات مثلا تحس ان انت هتبدا تبقى في حياتك، لا لازم تبدا تفكر وتفلتر، تشوف مين صاحب الفكره دي وليه جايه لنا وليه في مجتمعنا، وتبدا تقاومها وترفضها بلسانك وبقلبك وبكل حاجه. يعني اللي هو ما ينفعش ان هي تعدي وتقول خلاص بقى ما هي كده كده محطوطه وسيبها تعدي، لا هتعدي، هتبقى زيها زي الافكار اللي قعدت تتزرع في دماغنا 20 سنه. يعني مثلا فكرة زي فكرة مثلا الصورة الوحشة للشيوخ وللرسمة بتاعت الراجل السني اللي هي أصلا في الأساس دي، يعني أنت لو فكرت فيها فهي دي صورة ديننا، يعني دي صورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهي فضلت تتزرع بقى الصورة بتاعت الشيخ أبو جلابية ده اللي هو العبوس اللي بيعمل كل حاجة غلط في عقول الناس لمدة سنين، وتتكرر وتتكرر لحد ما وصلنا لمرحلة إن لا حاليا بقت ناس كتير مقتنعة إن الصورة دي لا صورة مش حلوة. وفي ناس بقى عندها فوبيا من الشكل ده، اللي هو بمجرد ما بيشوف الشكل ده بتلاقيه خد ديفنسيف مود ويخش على طول. ودي شفناها كتير في الإعلام وفي ناس كتير يعني. وهي دي الصراحة الكارثة، يعني إن هو يبدأ يزرع لك الأفكار دي وإحنا نصدقها دي، فدي يعني ربنا يستر علينا. لا نتقي الله ونفلتر ونوقف الافكار دي ونوقف الحاجات دي ونرفضها بلساننا وبافعالنا وبقلبنا وبكل حاجه. الله يعيننا والله غالب.